طريقتي بالبرك سريعة وسهلة ومقرمشة وطعمتها كتير طيبة. بدي احط كل المكونات فوق بعض ما عدا المي. نص كيلو طحين، ملعقة كبيرة سكر، ملعقتين كبار نشا، نصف ملعقة صغيرة ملح. وهلأ بنضيف 5 ملاعق كبار زيت، او فينا نضيف بين زيت وسمنة. هلا انا رح اضيف نص الكمية سمنة ونص الكمية زيت، من ملعقتين كبار ونص زيت وملعقتين كبار ونص سمنة، لاني بحب طعمة السمنة وعجينة البرك. وهلا بدي اخلط هالمكونات كلها مع بعض. بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض، هلا رح اضيف كاسة مي سخنة 250 ملي، او ممكن نحتاج اكثر حسب حاجة العجينة. وهلا ضروري نريحها من ربع ساعة لنص ساعة حتى تسهل علينا الشغل فيها. ريحت العجينة، رح اقسمها لقسمين. بدي احاول هلا رقها بشكل طولي، يعني على شكل مستطيل. هلا بدي اوزع لقلب الحشوة بشكل طولي. هي العجينة وانتوا عم تشتغلوا فيها حاولوا تكون رقيقة، لانه اذا كانت العجينة سميكة رح تعجن وقت القلي، لانه ما فيها مواد رافعة. هلا بعمل لها شكل على الاطراف، على الحواف يعني، بالشوكة. حتى هيك بضمن انه تكون مسكرة منيحة من الاطراف حتى ما تطلع الحشوة. خلطت شوية مي مع طحين، رح ادهن فيهم البرك ورش فوقهم سمسم. هذا الخليط بخلي السمسم يعلق فوق البرك وقت القلي. هلا انا قلت لكم سمسم، بس انا حضيف حبة البركة مو سمسم، هو نفس الشي يعني. حتى اذا بدكم تستخدموا قوارب البرك كمان كتير سهل استعمال العجينة فيها. خلينا نبلش قلي بالبرك. هي البرك بتنقلها على نار وسط، بتحاولوا كل شوي تحركوها حتى ما تنتفخ من مكان ومن مكان لا، وحتى ما تطلع جبنة منها. هيك اطيب صحن برك صار جاهز عندي. شايفين الجمال؟ هلا حورجيكم القرمشة كمان. هالطريقة لازم تعتمدوها طول رمضان. شفتوا قديش سهلة وبسيطة؟ عن جد طعمتها هالشكل. هاي البرك بتفرز عادي، بتنحط بصحن، بنحط تحتها طحين، بتتغلف كتير منيح وبتضل فترة كتير طويلة، تقريبا شهر واكتر، محافظة على طعمها وغير شكل.